مع 10:30 ديال الصباح. واحد المرأة سميتها خديجة غتدخل الكوميسارية وغتبلغ البوليس باختفاء راجلها. هاد السيدة كتقول باللي قبل 3 ايام كان وقع شي مشكل كبير ما بينها وبين راجلها، ومن ديك اللحظة اللي خرج فيها من الدار من تما ما عاود رجع. في الاول قالت راه غير غيتهدن شوية وغيرجع لدارو، ولكن منين شافت دازت يومين والسيد ما باش ليه الاثار تشوشات وقررت تتصل به. وهنا فين غتفاجئ بالرقم ديالو خارج التغطية، وحتى منين اتصلت بعائلته سواء القراب ولا البعاد اكدوا ليها بلي ما شافوهش نهائيا في هاد 3 ايام الاخرى. والمشكله هي فاش مشات كتسول عليه في البلاصه اللي كيخدم فيها، عرفت بلي من داك النهار اللي خرج فيه من الدار من تما ما مشى لخدمته. هادشي اللي خلاها تزيد تخلع عليه وتخاف لا تكون وقعت ليه شي حاجه. ديك الساعه مشات نيشا لاقرب كوميساريه ودارت محضر على اختفاء رجلها. الضابط اللي كان كياخد الاقوال ديالها سولها شنو هو هذا المشكل اللي وقع بيناتكم حتى خلى راجلك يخرج من الدار وما يرجعش. غتقول لهم بلي كان مشكل عادي بحال كاع المشاكل اللي كيوقعوا ما بين اي راجل ومراته. كنت طلبت منه يعطيني فلوس المصروف ولكن هو ما بغاش، قال لي ما عنديش هاد الساعه، وبسبب هاد الهضره تعصبت عليه ووقع صداع كبير حتى سمح فيا وخرج، ومن داك الوقت ما عرفتو فين مشى. كانت خديجه كتاكد للضابط بلي ما كانش هذه اول مره كيوقع هذا المشكل ما بينها وبين راجلها، ولكن هو كان مولف كيخرج يبدل ساعه بخرى ومن بعد كيرجع، ما عمره غبر هذه المده كامله على دارو. وحتى الا افترضنا ما بغاش يرجع للدار راه مستحيل ما يمشيش لخدمته. المهم من بعد ما خدا الضابط الاقوال ديالها وتصورت راجلها طلب منها ترجع لدارها. قال لها غير سيري وكوني هانيه، حنا غنتكلفوا بالباقي، وفي حاله وصلنا لشي معلومه جديده راه غنتصلوا بك ونعلموك. هنا اول خطوه كيديروها البوليس قبل ما يبداو الاجراءات ديالهم، كيعلموا جميع الدوائر الامنيه وحتى السبيطارات باش الا كان هذا الشخص معتقل ولا مثلا تعرض لشي حادثه سير لا قدر الله وتنقل لشي سبيطار كيعرفوا. اما في حاله ما لقاو عليه حتى شي معلومه ديك الساعه عاد كيبداو يبحثوا عليه. وللاسف واخا سولوا في هاد البلايص كاملين الاثر ديال هاد السيد ما كاينش. تقريبا دازت يومين باش بلغات مراته ولحد الساعه ما كاينش شي خبر على راجلها، حتى لواحد النهار اللي كان بتاريخ 14 شهر 4 من نفس العام، يعني من بعد 5 ايام على اختفاء محسن. في هذا النهار بالضبط البوليس غادي يتوصلوا ببلاغ من عند عون سلطه كيعلمهم بلي واحد المراه لقات جثه ديال راجل قريبه شويه من مقر النفايات ديال المدينه، وقال لهم بلي هاد السيده هي اللي جات عنده وعلماتو. هاد البلاغ سبب واحد الاستنفار امني كبير وسط الدائره الامنيه اللي خلاهم ينتقلوا على وجه السرعه مرفوقين بكاع الاجهزه الامنيه لعين المكان. منين وصلوا كيلقاو بزاف ديال الناس مجموعين على الضحيه. اول حاجه داروها البوليس فرقوا داك التجمهر ديال الناس وطوقوا ديك المنطقه كامله باش الشرطه العلميه تبدا الخدمه ديالها. من المعاينه المبدئيه اللي دارت الشرطه العلميه على الجثه والمنطقه اللي تلقات فيها تبين لهم باللي الضحيه راجل في اواخر الربعينات من عمره، وكان باين باللي متلقي ضربه قويه على مستوى العنق ديالو، وكان واضح باللي هذه مده باش تقتل، حيت الجثه كانت بدات كتعطي منها واحد الريحه كريهه بزاف، يعني كانت في بدايه التحلل ديالها. وفي اطار المعاينه تاكدوا البوليس بلي الضحيه ما تقتلش في نفس المنطقه، يعني الجريمه وقعت في بلاصه اخرى، وهذا المجرم او المجرمين حتى قتلوه عاد جابوه ولاحوه في ديك البلاصه بطبيعه الحال باش يتخلصوا من الجثه. ولكن الحاجه اللي خلات البوليس يستغربوا وفي نفس الوقت ما يفهموا والو هي منين بانت لهم واحد الحفره كبيره وكانت باينه جديده، يعني يلاه تحفرات، وديك الحفره كانت على شكل قبر غير هي باقا ما كملاتش، وكان تقريبا هالجثه تقريبا بواحد 2 مترو. هنا الاحتمال اللي فكروا فيه البوليس قالوا بحال والو يكون هذا الشخص او هاد الاشخاص اللي قتلوه منين داو لذاك الخلق قرروا يحفروا واحد القبر على اساس يدفنوا فيه الضحيه باش يخفيو كاع معالم الجريمه، وحتى واحد ما يقدر يوصل للجثه ولا يعرفها اصلا فين كاينه، وفي نفس الوقت هما ما غيتعرفوش نهائيا. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح علاش ما كملوش الحفير ودفنوا الضحيه فيها؟ واش زعما في ديك الوقيته اللي كانوا كيحفروا يكونوا سمعوا شي واحد دايز من تما وخافوا على راسهم، داكشي علاش قرروا يسمحوا في كلشي ويهربوا؟ حتى هذا كيبقى احتمال وارد. المهم الشرطه العلميه لاحظوا بلي كاينين 2 شعرات على الحوايج ديال الضحيه، وفاش قلبوا حوايجو اللي كان لابس لقاو كاع الوثائق الشخصيه ديالو الا التليفون هو اللي ما كاينش. هاد السيد سميتو محسن وفي عمره 48 عام وكيسكن في نفس المدينه. في هذا الوقت بالضبط كانوا البوليس كيقلبوا في ديك المنطقه كامله على الله غير يلقاو شي دليل اللي يقدر يوصلهم للجاني او للجونات، حيت كيف ما قلت لكم البوليس منين لقاو ديك الحفره فكروا باللي يقدر يكون هذا المجرم سمع شي واحد دايز من ديك البلاصه وهرب، وهذا الشيء اللي ما خلاهش يكمل خدمته.
داكشي علاش قالوا ما ربما في ديك الوقيته اللي كان هارب تكون طاحت ليه شي حاجه بلا ما يرد ليها البال، ولا مثلا يلقاو شي دليل اللي يقدر يوصلهم ليه. وواخا داروا واحد الحمله تمشيطيه دقيقه لديك المنطقه، للاسف ما لقاو حتى شي حاجه اللي تقدر تفيدهم في البحث. الشرطه العلميه من كملوا جميع الاجراءات ديالهم رسلات الجثه للطب الشرعي باش يدار لها التشريح ويعرفوا عليها معلومات اكثر. وفي هذا الوقت كانوا البوليس بداو كيسولوا المقدم على اول واحد لقى الجثه وبلغ عليها. هذا المقدم كان سميتو خير الدين وفي عمره 38 عام. كيقول البوليس بلي واحد المراه هي اللي لقات الضحيه وجات علماتو وداهم نيشان عندها. بحكم هاد السيده كانت حتى هي كتسنى البوليس في نفس البلاصه. ديك الساعه طلبوا منها تعاود لهم بالتدقيق كيفاش حتى اكتشفت الجثه وهي اصلا شنو كانت كدير في ديك المنطقه وفي ديك الساعه بالضبط. بطبيعه الحال في بحال هاد القضايا البوليس راه كيشكوا في اي واحد. هاد المراه اللي كانت في الستينات من عمرها كتقول بلي كتسكن في واحد الدوار قريب من ديك المنطقه، ومولفه كل مره كتمشي حتى لديك البلاصه بحكم كانت كتجمع البوبوش وكديها تبيعها في السوق. كانت هذه هي خدمتها وهكا باش كترزق الله. حتى لذاك النهار كيف العاده ديالها خرجت في داك الصباح كتجمع في البوبوش، ومنين وصلت لديك البلاصه بان ليها السيد طايح على الارض ميت والتريكو ديالو عامر بالدم. السيده غير شافت جثه قدامها مباشره رجعت للدوار اللي ساكنه فيه اللي كان تابع للضابطه القضائيه، وعلمت المقدم بهذا الشيء كامل اللي وقع. اللي بدورو اتصل بالبوليس وعلمهم بهذه الواقعه. البوليس ملي خداو جميع المعلومات الشخصيه ديال هذه المراه لقوها تمشي في حالها، ولكن في نفس الوقت اكدوا عليها ما تسافر لحتى بلاصه باش في حاله تحتاجوها في التحقيق يرجعوا يستدعيوها. هنا اول اجراء غيديروه البوليس رجعوا كيبحثوا في المحاضر باش يشوفوا واش سبق العائله الضحيه داروا شي بلاغ على اختفاء هذا السيد ولا لا. وهنا فين غيلقاو المحضر اللي دارت مراتو خديجه غير قبل 3 ايام. ديك الساعه رجعوا استدعوها وعلموها بالجريمه اللي وقعت لراجلها. قالوا لها راه حنا لقينا راجلك مقتول ومليون حدا مقر الوفيات ديال المدينه. السيده غير سمعت هاد الاخبار بدات كتبكي وكتغوت بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه. هادشي اللي خلاهم يحطوها حتى هي في دائره الشك. البوليس في هاد الوقت كانوا حطوا قدامهم جوج احتمالات، يا اما هاد السيده عندها شي يد في هاد الجريمه وجات كتبلغ باش تبعد الشبهات على راسها، ويا اما فعلا غتكون تاثرات بالموت د راجلها وانفعلات لديك الدرجه، وبصح تكون مراتو ما عندها حتى شي دخل في الموت د راجلها. ولكن هاد الشيء كامل غيتاكدوا منه البوليس من خلال البحث والنتيجه اللي غيوصلوا ليها في هاد القضيه. المهم من بعد ما تهدنات خديجه طلبوا منها تمشي معاهم لمستودع الاموات باش تتعرف على الضحيه، حيت هذا كيبقى اجراء روتيني وضروري خاصو يدار. وداكشي اللي وقع. السيده غير شافت الجثه مباشره تعرفت عليها واكدت لهم باللي هو راجلها. في هاد اللحظه البوليس غيرجعوها معاهم للكوميساريه باش يعمقوا معاها البحث مزيان وفي نفس الوقت يعرفوا شنو تحت راسها. كانوا البوليس كيطرحوا عليها مجموعه من الاسئله الروتينيه اللي مولفين كيسولوها في كاع القضايا اللي من هذا النوع، منها راجلك فاش خدام، واش عنده شي مشاكل ولا عداوه مع شي واحد سواء في خدمته ولا حتى في حياته الخاصه. مراتو كتقول بلي راجلها عنده واحد الهوندا خدام بها وهي باش كيترزق الله، الا بغى شي واحد يدي شي رحيل ولا يهز شي سلعه راجلها اللي كيتكلف بهذا الشيء. واكدت لهم بلي ما عمر محسن كانوا عنده شي مشاكل ولا عداوه مع الناس، السيد مقابل غير دارو خدمته. ولكن في واحد اللحظه خديجه غتفكر لهم واحد المعلومه اللي كانت مهمه بالنسبه لهم واللي غتخليهم يشكوا في طرف اخر في هذه القضيه. قالت لهم بلي غير قبل ما يختفي راجلها بنهار في ديك العشيه كان محسن دخل لدارو وهو معصب بزاف لدرجه التريكو اللي كان لابس كان كله قطع عليه ووجهه كله خبوش. وفاش سولاتو شنو وقع معاه قال ليها بلي دابز مع واحد الشخص كيكون معاه في ديك الساحه اللي مولفين كيوقفوا فيها لدرجه غير الناس اللي فكوهم. هنا الضابط رجع سولها واش راجلك ما قاليش شنو السبب اللي خلاه يدابز مع هاد السيد. وهنا فين غتقول ليه بلي داك الشخص كان ديما كيدي لراجلها الكليان، فاش كيشوف شي حد جاي عنده كيتعرض ليه في الطريق وكيتفاهم معاه هو، يعني بحال كيقطع على راجلها رزقو. هادشي اللي خلاه يدابز معاه. واخا لالا هادشي فهمناه، ولكن ما قلتيش لينا على نوع المشاكل اللي كانت بيناتكم، حيت ما يمكنش يكون راجلك ديما كيدابز معاك غير على قبل المصروف، ضروري ما غيكونش شي سبب اخر كبر من هادشي اللي قلتي لينا. كانوا البوليس كيحاولوا يطيحوها في الهضره ويعرفوا شنو تحت راسها، زعما واش مخبي عليهم شي حاجه ولا لا، ما ربما تزهق بشي هضره بلا ما ترد البال. ولكن خديجه كانت مصره على الاقوال ديالها باللي المشاكل اللي كانت بينها وبين راجلها كانوا مشاكل عاديه بحال كاع العائلات المغربيه. واخا واش انت كتشكي في شي واحد اللي من مصلحته يقتل راجلك،
قالت لهم لا، انا ما شاكه في حتى واحد، حيت كيف ما قلت لكم حنا ناس على قد الحال وما عندنا مشاكل مع حد. هنا العميد طلب منها تعطيه العنوان ديال الموقف اللي كيكون فيه راجلها. من بعد ما خداو منها العنوان، ديك الساعه خرجوا لديك الساحه اللي كيخدم فيها محسن باش يسولوا على الشخص اللي كان دابز معاه. وفعلا ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانوا البوليس عرفوه شكون هو وفين كيسكن. هاد السيد كان سميتو سعيد وفي عمره 41 عام. جابوه البوليس ودخلوه نيشان لغرفه التحقيق، داروا به من كل جهه وبداو كيسولوه على المشكل اللي كان بينه وبين الضحيه حتى دابزو. هاد السيد كيقول بلي ما كان بيناتهم حتى شي مشكل، غير تناقشوا على شكليا وصافي، اما شي حاجه اخرى من غير هاد الشيء راها ما كايناش. وباش البوليس يزيدوا يستفزوه اكثر، قالوا لي داكشي علاش قتلتيه، منين دابز معاك قلتي اجي ننتقم منه وصفيها ليه. سعيد غير سمع القضيه فيها جريمه قتل وباللي محسن مات، الدنيا دارت به، ما بقى فاهم والو. وهنا فين غيعلموه البوليس بلي لقاو الجثه ديال محسن مليوحه قريبه من مطرح الوفيات ديال المدينه. قالوا ليه دابا اجينا من الاخر وقول لنا كيفاش حتى قتلتيه. ولكن سعيد كان الوقت كامل وهو كيأكد ليهم بلي ما عنده حتى علاقه بهذه الجريمه، وباللي المشكل اللي بيناتهم كان مشكل بسيط ممكن يوقع ما بين اي جوج خدامين في نفس الحرفه. واخا البوليس بقاو مده وهما كيضغطوا عليه، السيد كان متشبت بالاقوال ديالو وكينفي نهائيا بلي عنده علاقه بهذه القضيه. المهم من بعد بحث طويل ومعمق معاه، في الاخر تلقوه يمشي في حاله بطبيعه الحال، حيت ما لقاو ضده حتى شي دليل اللي يخليهم يحطوه تحت الحراسه النظريه. ولكن واخا تلقوه بقاو حاطينه تحت المراقبه على ما يخرج تقرير الطب الشرعي باش يعرفوا الوقت التقريبي للوفاه ويطابقوه مع البرنامج اليومي ديالو في ذاك النهار بالضبط، او لا في ديك الوقيته اللي ارتكبت فيها الجريمه هو فين كان. بقاو البوليس مكملين البحث ديالهم على هذه القضيه تقريبا لمده 8 شهور على امل يوصلوا لراس الخيط اللي يتبعوه ويفك لهم لغز هذه الجريمه. ولكن للاسف هذه المده كامله ما وصلوا لحتى نتيجه، حيت اي طريق تبعوها كترجعهم لنقطه البدايه. حتى لواحد النهار اللي كان بتاريخ 22 شهر 1 عام 2010، مركز الامن اللي في نفس المدينه غيتوصلوا ببلاغ من عند واحد الجار كيعلمهم بلي كاينه واحد الريحه كريهه بزاف كتخرج من واحد المحلبه حداهم. وهاد الريحه تقريبا لمده 4 ايام وهما كيشموها. في الاول كانت خفيفه شويه، ولكن نهار على نهار ديك الريحه كتزيد تجهد اكثر حتى خنقاتهم. البوليس غير توصلوا بهذا الخبر مباشره انتقلوا لعين المكان باش يشوفوا شنو واقع. بطبيعه الحال بحكم الخبره ديال البوليس كيكونوا عارفين بلي بحال هاد البلاغات ما كيبشروش بالخير. وفعلا غير وصلوا للعنوان اللي عطاهم السيد، تاكدوا بلي ديك الريحه اللي كتخرج من المحلبه ماشي شي ريحه اللي عاديه، يعني بحال والو تكون موراها شي شبهه جنائيه. هادشي اللي غيخلي البوليس ياخذوا امر من النيابه العامه باش يقدروا يدخلوا لديك المحلبه ويشوفوا المصدر ديال ديك الريحه منين جاي. وداكشي اللي وقع، غير توصلوا بالامر مباشره فرعوا الباب ودخلوا. وهنا فين غيشوفوا قدامهم جثه ديال واحد الراجل طايح في الارض والدم داير به من كل جهه. البوليس غير شافوا داك المنظر، اول حاجه داروها سدوا ديك المنطقه كامله وعلموا الشرطه العلميه باش يلتحقوا بهم، ومباشره بداو كيسولوا في الجيران على الضحيه، واش كيعرفوه، شنو سميتو، فين كيسكن، واش المحلبه ديالو او لا غير خدام فيها، وفوقاش بالضبط بداو كيشموا ديك الريحه. هاد الناس كيقولوا بلي الضحيه سميتو عبد القادر ويكون في عمره ديك 38 حتى ل 40 عام، واكدوا لهم بلي المحلبه ديالو مده طويله هادي باش فتحها ومن داك الوقت وهو خدام فيها. حتى مؤخرا تقريبا واحد 5 ايام هادي لاحظنا بلي المحلبه مسدوده وحتى مولاها ما بقاش كيبان، حيت كنا مولفين كنجيو نتقداو من عنده. في الاول منين شفناه ما فتحش قلنا راه غير غيكون مريض ولا عنده شي ظروف اللي ما خلاتوش يحل. ولكن نهار على نهار كنتفاجئوا بواحد الريحه خايبه كتخرج من المحلبه ديالو بحال ريحه الجيفه اعزكم الله. هادشي اللي خلانا نتصلوا بكم ونعلموكم بهادشي اللي واقع، حيت حتى حنا شكينا بلي تقدر تكون وقعت ليه شي حاجه وسط المحل ديالو. واش عارفين هاد السيد فين كيسكن؟ جاوبهم واحد الدري وقال لهم بلي هاد السيد كان كاري واحد الدار قريبه من ديك الحومه. كانت هذه هي الاقوال ديال الجيران اللي صرحوا بها للبوليس. في هذا الوقت كانت وصلت الشرطه العلميه وبداو كيعاينوا الجثه والبلاصه اللي تلقات فيها. وهنا فين غيلاحظوا بلي الضحيه تعرض لواحد الضربه قويه بشي حديده ولا شي اله راده في الخلف الراس ديالو. ولكن اللي غيفاجئهم اكثر، حتى هاد المره غيلقاو واحد الشعره على الحوايج ديال الضحيه. زعما واش تكون هاد الجريمه عندها علاقه بالجريمه الاولى؟ هادشي اللي غنعرفوه من خلال الاحداث ديال القصه. كانوا البوليس متاكدين بلي ديك المحلبه كانت هي مسرح الجريمه، يعني هاد الشخص تقتل في المحل ديالو، حيت النسبه ديال الدم اللي على الارض كان كتير بزاف.
ومنين قلبوا لاكيس ما لقاو فيها حتى درهم، يعني غالبا الدافع ديال الجريمه كان هو السرقه، حيت حتى من التليفون ديالو ما لقاوهش. ولكن اللي لفت انتباه البوليس هو الكراج ديال ديك المحلبه كان مسدود من برا. هادشي خلاهم يستنتجوا حاجه وحده، هو الجاني او الجنات من بعد ما قتلوا الضحيه هزوا الساروت وخرجوا سدوا عليه الكراج من برا، زعما على اساس راه حتى واحد ما غيعرفو ميت تما. المهم من بعد ما طرفوا كاع البصمات والادله المشكوك فيها، صيفطوا الجثه لمستودع الاموات باش تعرض على الطب الشرعي. وهنا البوليس عرفوا بلي الضحيه راه ساكن غير بوحدو، والعائله ديالو كلها مستقره في مدينه اكادير. ديك الساعه مشاو نيشان للدار ديالو باش يقلبوها، على الله يلقاو شي دليل اللي يوصلهم لهاد الشخص او لهاد الاشخاص اللي داروا فيه هاد الحاله، حيت فكروا باللي يقدر يكون شي واحد من صحابو ولا مثلا من الناس اللي كيعرف هو اللي يكون قتلو باش يسرقو. لدرجه البوليس فلاو ديك الدار قنت بقنت، ولكن ما بانت ليهم حتى حاجه، كانت الامور طبيعيه في دارو، من غير واحد البيسي بيرو كان محطوط في القنت ديال البيت. هاد البيسي بالضبط ثار انتباه الضابط اللي كان مع الفرقه الامنيه، كان مع راسو انا نفتحو ونشوف شنو فيه، ما ربما نلقاو شي معلومه اللي تقدر تفيدنا. حيت ملي كتعلق القضيه بجريمه قتل، هنا البوليس كيوليو مهتمين بادق التفاصيل. ممكن شي معلومات تبان لينا حنا صغيره، ولكن البوليس يشوفوها معلومات كبيره وتقدر كاع تفك ليهم لغز هاد القضيه. وفعلا داكشي اللي دار، هاد الضابط غير شعل الباسي وبدا كيقلب فيه، لقى بلي الضحيه هادي مده طويله وهو كيتواصل مع واحد البنت في تطبيق الامازون. هادشي يامات الامازون، اللي باقي عاقل عليه يكتبها لي في كومونتير. المهم اخر محادثه بيناتهم غالبا كانت في نفس النهار اللي تقتل فيه الضحيه، حيت عرفوا بلي عبد القادر كان متفق مع هاد البنت باش تجي ديك الليله تبات معاه. البوليس غير وصلوا لهاد المعلومه، اخيرا حسوا باللي بداو كيوصلوا لراس الخيط في هاد القضيه. ديك الساعه هزوا داك البيسي وصيفطوه للمختبر التقني باش يحدد لهم العنوان ديال هاد البنت اللي كانت كتهضر معاه، وهذا الشيء بطبيعه الحال غيعرفوه على طريق لادريس اي بي. في هاد الوقت بالضبط كانوا الشكوك كلها كيدوروا على هاد البنت، خصوصا من خرج تقرير الطب الشرعي ديال الضحيه الاولى والثانيه، حيت التقرير ذكر بلي الضحايا بجوج تلقاو ضربه قويه بشي اله راده، الاول تضرب في العنق ديالو والثاني تلقى ضربه قويه في الراس ديالو. ثاني حاجه هو الضحيه الاول قبل ما تلقى الجثه ديالو حدا مطرح النفايات ديال المدينه كان مده وهو محطوط في شي بلاصه فيها نسبه ديال الرطوبه عاليه، يعني حتى بدات الجثه كتحلل عاد داو لاحو في ديك البلاصه. اما تقرير البصمات بين بلي ديك المحلبه فيها اكثر من 50 بصمه ديال اشخاص مختلفين، وهادشي كان طبيعي بحكم كانوا بزاف ديال الناس كيمشيو ياكلوا في داك المحل، يعني كان صعيب عليهم يحددوا المجرم الحقيقي من بين هاد الناس كاملين. هادشي في حاله الا كان خلى البصمه ديالو. ولكن تقرير المختبر الجنائي منين داروا التحليل على دوك الشعرات اللي تلقاو على الضحيه الاولى والثانيه، النتيجه اكدت بلي واحده من دوك الشعرات اللي تلقاو على الضحيه الاولى تطابقات 100% مع الشعره اللي لقاوها الشرطه العلميه على الحوايج ديال الضحيه الثانيه. واكد المختبر الجنائي بلي ديك العينه كترجع للبنت. هاد المعلومه بالضبط خلات البوليس يزيدوا يتاكدوا بلي هاد البنت اللي كان كيهضر معها الضحيه في الامازون 100% غتكون عندها علاقه بهاد الجرائم، ولكن العينه الثانيه ما كانتش متطابقه معاهم، حيت كيف ما ذكرت الجثه الاولى كانوا عليها جوج شعرات والجثه الثانيه كانت عليها شعره واحده، يعني غير وحده من دوك الجوج هي اللي تطابقات مع ديك الشعره اللي تلقات على الجثه الثانيه. هادشي كيأكد حاجه وحده، وهما الضحايا غيكونوا قتلوهم جوج اشخاص، واحتمال كبير في ديك الوقيته اللي قتلوهم طاحوا منهم دوك الخصلات ديال الشعر وبقاو على الجسم ديال الضحايا. هذا هو التحليل المنطقي والدليل القاطع اللي لحد الساعه وصلوا ليه البوليس. المهم بقاو البوليس كيتسناو النتيجه ديال المختبر التقني باش يحدد لهم العنوان ديال هاد السيده، وهذا الشيء كيتم بالتنسيق مع شركه الاتصالات، حيت اي جهاز الكتروني كيكون متصل بالانترنت الا وعنده لادريس اي بي ديالو اللي من خلالها كيقدروا البوليس يحددوا العنوان بالضبط فين كاين داك الجهاز. تقريبا حتى دازت 15 يوم عاد خرجت النتيجه، وهنا فين البوليس وصلوا للعنوان ديال هاد المراه. عرفوا باللي سميتها مونيا وكتسكن في واحد الحومه قديمه وشعبيه بزاف. مباشره خرجوا البوليس للدار ديالها، اعتقلوها وداوها معاهم باش يعمقوا معاها البحث مزيان. دخلوها نيشان لغرفه التحقيق وداروا بها من كل جهه. في الاول وراوها التصويره ديال عبد القادر وسولوها شنو علاقتك بهذا السيد، ولكن مونيا نكرات باللي اصلا كتعرف هذا الشخص واكدت لهم باللي هذه اول مره كتشوفوا فيها. البوليس غير شافوها نكرات تاكدوا باللي هذه السيده هي اللي كانوا كيقلبوا عليها،
ومنين شافوها ما غتعترفش ليهم بسهوله وغتبقى تدور وتراوغ معاهم في الهضره، البوليس باش يختصروا عليهم الوقت خداو عينه من شعرها وصيفطوها للمختبر الجنائي باش يقارنوها مع دوك العينات اللي لقاو على الضحايا بجوج. وهنا فين غيتاكدوا من جميع الشكوك ديالهم، حيت التقرير غيأكد بلي ديك الخصله متطابقه 100% مع العينات الاخرين. يعني هاد السيده هي اللي قتلت محسن وحتى عبد القادر. وفاش واجهوها البوليس بهذا الدليل القاطع، في ديك اللحظه منيا عرفت بلي واخا تعيا ما تنكر ولا تكذب عليهم ما غادي تستافد حتى حاجه، حيت التهمه لابساها. وفي الاخر قررت تعاود لهم كلشي. في الاعتراف كتقول منيا للبوليس بلي ظروفها الماديه كانت صعيبه بزاف، حيت ملي توفى راجلها بقات غير هي وولدها سفيان اللي كان في عمره 19 عام. كتقول بلي ما خلات فين خدمات، غسلت الماعن في القهاوي، خدمات في الديور وحتى في المحلابات. ولكن لقات دوك الناس ما كيخلصوهاش مزيان، يعني داكشي اللي كيعطيوها في الشهر ما كافيش باش يعيشها هي وولدها، وعاد كانوا كيبغيو يستغلوها ويطمعوا فيها من الفوق. هادشي اللي خلاها تفكر في شي طريقه اللي تدخل منها فلوس كتر، وما طاح لها في بالها غير هاد الفكره. اتفقت مع ولدها باش يبقاو يستدرجوا الرجال ويسرقوهم على طريق الامازون، بحكم ولدها هو اللي كان مكلف ليها بهذا التطبيق. يعني ولدها هو اللي كان كيوريها شنو دير. في الاول كانت كتلاقى بالضحيه اللي كتستهدف، كتعرف عليه وفي نفس الوقت كتبحثو مزيان باش تعرف شنو عنده. الا بان ليها شي واحد ما فحالوش، يعني اللي ما غتستافد منه بحتى حاجه، كتعطيه اتساع، حيت هي كانت كتقلب غير على الاشخاص اللي غتستافد منهم ماديا. اللي طيرات ليه شي فلوس راه طيراتهم ليه، واللي لقات عندهم فلوس كثيره وطمعات فيهم راه قتلاتهم هي وولدها. بالنسبه للضحيه الاولى اللي هو محسن، في الوقيته اللي كان دابز فيها مع مراته وخرج من الدار مشى تلاقى مع هاد السيده، وهنا فين غتستدرجوا لدارها، خصوصا ملي شافت عنده واحد المبلغ مهم ديال الفلوس. واخا هو كان قال لمراته بلي ما عندوش غير على مراته، على بنت اخرى الفلوس موجوده. اللي وقع في داك الوقت اللي كان جالس معاها في دارها، منيا هزات ليه فلوسو بلا ما يرد لهم البال، ومنين بدا كيقلب عليهم ما لقاهمش. ديك الساعه عرفها باللي سرقاتو، وفاش طلب منها تردهم ليه ما بغاتش، ونكرات نهائيا بلي هزات ليه شي فلوس. المهم بقاو مني منك حتى كبر الصداع بيناتهم، حتى لواحد اللحظه فين دخل ولدها وبدا كيدابز معاه، وهنا فين غيضربو بحديده لعنقو وغيخليه جثه هامده. تقريبا خلاوه تما لمده 3 ايام. هزو الجثه ديالو وداروها في الموتور ديال 3 د الروايد اللي كان عند ولدها وتخلصوا منه في ديك البلاصه. كتقول باللي فعلا بدات كتحفر هي وولدها باش يدفنوا الجثه ويخفيو كاع معالم الجريمه، ولكن في واحد الوقيته بداو كيسمعوا بحال صوت ديال شي واحد كيتمشى قريب منهم. هادشي اللي خلاهم يسمحوا في كلشي ويهربوا. اما الضحيه الثاني كانت اتفقت معاه باش في ديك الليله تمشي عنده، ولكن عبد القادر اكد عليها باش تجي عنده من مورا 11 ديال الليل، حيت ما يقدرش يديها لدارو، خاف لا يشوفوه الجيران وتدور عليه الهضره في الحومه. وهذا الشيء هو اللي اصلا كانت منيا كتقلب عليه، بطبيعه الحال حيت المحلبه غيكونوا فيها الفلوس اللي ما غيكونش حاطها في دارو. وقبل ما تمشي اتفقت مع ولدها على الوقت اللي خاصو يكون كيتسناها حدا المحل، وفعلا داكشي اللي وقع. غير دخلت معاه واحد شويه ما غيبان ليها غير واحد اليد ديال المهراز، هزاتو ضرباتو به للراس. في الاول هاد السيد كان باقي ما ماتش، ولكن منين شافتو باقي حي رجعات ضرباتو 2 مرات حتى تاكدات من الموت ديالو. ومنين سالت جريمتها حلات على ولدها الباب باش يدخل يعاونها. سرقوا دوك الفلوس كامله اللي كانوا في لاكاس، وسرقوا حتى التليفون ديالو. هزو السوارت ديال المحل ومباشره خرجوا سدوا عليه وهربوا من تما. عندك يسحب لكم بلي القضيه سالت هنا؟ لا، الكارثه الكبيره في هذا الشيء كامل هي منين غتعترف لهم باللي قتلات شخص اخر هي وولدها، ولكن هاد المره ما تخلصوش من الجثه ديالو في شي بلاصه. لا، هاد الضحيه قتلوه ودفنوه وسط الدار ديالهم. وفعلا البوليس غير مشاو لدارها لقاو واحد القبر محفور تحت واحد السداري، ومنين حفروه فعلا جبدوا جثه ديال راجل اخر، وكان باين باللي مده طويله هذه باش تدفن تما. والصراحه ما لقيتش شي تفاصيل كثيره على الضحيه الثالث، لا شنو سميتو ولا العنوان ديالو ولا كيفاش حتى قدروا يستدرجوه، حيت لقيت غير الاقوال والاعتراف ديالها عليه. كانت هذه هي الاعترافات ديال منيا، يعني ديك العينه ديال الشعر الثانيه كانت ديال ولدها. من بعد مده قصيره قدروا البوليس يعتقلوا حتى ولدها سفيان، ومن بعد ما اعترفوا بالمنسوب ليهم تقدموا بجوج بهم للمحاكمه، وتحكم على منيا بالاعدام، اما ولدها تحكم عليه بالسجن